السلام عليكم. وسام ابو علي بيهدد النادي الامريكي كولومبوس كرو. طبعا وسام ابو علي مشكله انتقاله للنادي الامريكي كولومبوس كرو بتفكرني بمثل معروف في مصر هنا بيقول لك ايه: الفجري يعض الكلب في السوق. يعني السوق يبقى فيه 1000 واحد وهو علشان فجري الكلب اختار هو ما بين ال1000 وعضه هو. ايه القصه وايه الحوار؟ في البدايه اهلا بيكم في قناه تحليلاتكم، شرفونا بالاشتراك في القناة، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. طبعا يا جماعة النهاردة صحينا على اخبار نارية بصفقة طبعا وسام ابو علي وانتقاله الى كولومبوس كرو الامريكي. زي ما احنا شفنا يا جماعة النهاردة وسام ابو علي هدد رسميا نادي كولومبوس كرو على التباطؤ في اتمام العقود وصفقة انتقاله من النادي الاهلي لنادي كولومبوس كرو. قال لهم يا جماعة هو انتم محسسين انكم مش عايزيني؟ لو مش عايزيني انتوا دلوقتي خسرتوني النادي الاهلي وخسرتوني جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، ودلوقتي انا مش عارف نفسي هفضل في النادي الاهلي ولا همشي. كل ما النادي الاهلي يبعت لكم العقود ترجعوها تاني. لحد الان لم يتم التوقيع رسميا، رغم ان هو طبعا اجرى الكشف الطبي واجتاز الاختبار الطبي طبعا في نادي كولومبوس كرو، ولكن وصياغه العقود كلها تمام، ولكن التوقيع ونهايه العقد يعني اتمام الصفقه بشكل رسمي لم تتم لحد الان بسبب تباطؤ نادي كولومبوس كرو، مش بسبب النادي الاهلي، لان اتفقوا على البنود كلها. النادي الاهلي قال لهم هتدفعوا 7.5 مليون كاش، قيمه الصفقه كاش 7.5 مليون زائد 1.5 مليون امتيازات، يعني الصفقه داخله في 9 مليون. راحوا هم قالوا لك لا احنا عاوزين ندفع 5.5 مليون و2 مليون التانيين او 2 مليون ونص التانيين هتبقى في شهر يناير اللي جاي. هو قال لهم لا، وقال لهم النادي الاهلي حط لهم شرط برضه، قال لهم بص يا باشا عايزين تاخدوا وسام ابو علي في شرطين اساسيين: في حاله بيعه لاحد الانديه المصريه هيتم طبعا رفع طبعا النسبه اللي هي نسبه البيع يعني من نادي كولومبوس لاي فريق تاني. قال لهم لو بعتوه لاي نادي في مصر هتبقى في نسبه زايده، وليكن مثلا بدل ما هي 10% اعاده بيع هتبقى 40% ولا 35%، بحد ادنى 5 مليون دولار، يعني ما بتنزلش النسبه عن 5 مليون دولار تدخل في خزينه النادي الاهلي. قال له لا يا باشا، طب ما ده اللاعب بيعمل كده وكل حاجه وعلى قوه نادي كولومبوس كرو، ايه دخلك انت؟ قال لهم لا يا باشا، ازاي يدخلني؟ هو اللاعب بتاعكم ايوه، بس انا هبيعه لكم ب7.5 مليون او 9 مليون، تيجوا تبيعوه للمنافس بتاعي لبيراميدز ولا الزمالك. الزمالك مش هيقدر يدفع، مثلا تبيعوه لبيراميدز مثلا ب9 مليون ويبقى ينافسني. لا يا باشا، في الحاله دي انا هامن نفسي انك انت لو بعته لاحد الانديه المصريه هتدفع لي انا بحد ادنى نسبه بيع 5 مليون دولار. قالوا لا الكلام ده مش هينفع. قال لهم لا مش هينفع ايه، انا لسه خلصت اصلا، ده لسه يا باشا لو بعتوه لاحد انديه الخليج ما انت ممكن تشتريه مني، اشتريته ب7 مليون ولا ب9 مليون، تيجي تبيعه لاحد انديه الخليج ب17 ولا ب15 يبقى انت كسبت من ورايا. انا ببيعه لك انت كنادي امريكي ماشي، اللاعب رايح يحترف، لكن تبيعه ليا في انديه الخليج. طب ما انا هبيعه لانديه الخليج، لو انا عايزه انا هبيعه لانديه الخليج بالرقم ده 15 ولا 17 مليون، لكن هبيعه لك ب9 مليون وتيجي انت نصاب تبيعه لاحد انديه الخليج ب15 و17. في الحاله دي هيكون ليا برضو نسبه تزيد عن 5 مليون دولار. فبتوع نادي كولومبوس كرو قال لك انت هتبيع وتشتري فينا ليه؟ هو اللاعب بقى بتاعنا وتتحكم فيا؟ قال لهم ده اللي عندي. ففي بطء شديد. وسام ابو علي طبعا اشتاط غضبا زي ما بيقولوا، وغضب شديد في وسام ابو علي. اتصل بمسؤولي نادي كولومبوس كرو قال لهم ايه الوضع، ايه الدنيا؟ راح للنادي الاهلي برضه ومسؤولين النادي الاهلي قال لهم طب في حاجه اقدر اقدمها انا في الموضوع ده؟ قالوا يا باشا ما فيش حاجه عندك ولا في حاجه من عندنا، التباطؤ والمشكله كلها جايه من نادي كولومبوس كرو. كل ما نبعت لهم العقد هيرجعوا العقد تاني، ولحد الان انت اكتست طبعا كشف الطب وكل حاجه، واحنا اتفقنا على اللي هي النسبه نزلناها ل1.5 الى 15% نسبه اعاده بيع، ونزلنا طبعا وهم اتفقوا ان هم يدفعوا كاش. دلوقتي بيقول لك لا مش هندفع كاش، هتاخد 5.5 مليون وال2 مليون ثانيه ولا 2 مليون ونص في شهر يناير. قال لهم لا الكلام ده اختلف واحنا اتفقنا ان الدفع هيكون كاش. فوسام ابو علي غضبان جدا ومصيره بقى على السلم، اللي هو عامل زي اللي رقصت على السلم، لا اللي فوق سامعها ولا تحت شايفها. ده يا جماعه باختصار الموضوع. في النهايه ما تنسوش الاشتراك في القناه، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، سلام عليكم.